شفت فيلم جواز بقرار جمهوري؟ في الفرح لما هاني رمزي وحنان ترك جايين يدخلوا، فالعسكري بتاع الامن المركزي بيقول له ممنوع. عارف انت الناس اللي هي بتبقى حافظه مش فاهمه دي، يقول له يا ابني احنا العريس والعروسه والليله دي كلها معموله عشان يقول له ممنوع وبنفذ تعليماته بس، ملوش علاقه اذا كانت انت صح ولا لا. في متهمين بيبقى بنفس الشكليه كده، يعني الكلام اللي انت بتقوله له هو حافظه زي ما هو، ما بيشغلش دماغه. يعني لو وكيل النيابه ساله نفس السؤال بس بطريقه مختلفه بيقع. كان عندي استاذ رحمه الله عليه، استاذ مدني الله يرحمه يا رب، كان واحد جاره تقريبا او حاجه فيها خواطر، يعني ممسوك في قضيه ومعروض على النيابه. كلمني اميره روحي احضري معاه. قلت له عينيا حاضر. انا كنت احب احضر تحقيقات نيابه جدا وانا صغيره، دلوقتي لا ما بقتش احب. رحت بقول له ايه يا ابني اللي حصل؟ قال لي انا المخبر بتاع المنطقه بتاعتنا جه قال لي رئيس المباحث عايزاك. ركبت وراه على الموتوسيكل ورحت المركز، وبقالي يومين في الثلاجه. وبعدين فكروني احكي لكم حاجه على حوار الثلاجه ده. واتعرضت على النيابه النهارده، بس قال لي بس بسال ان الواد ده جاي في ايه؟ قالوا ده سرقه الحديد بتاع شريط القطر. واحد اتقبض عليه وهو بيسرق حديد القطر، وقال ان الواد ده وواحد تاني كانوا معاه. اللي سرق بقى، سيبنا من الموكل بتاعي دلوقتي، اللي سرق الحديد بتاع شريط القطر ده عيل جاحد والله العظيم. هو محمل الحديد على تروسيكل ومغطيه ببطانيه، ورايح يشونه بقى في المكان اللي هم يخزنوه فيه، والاتنين اللي كانوا معاه مستنينه عند شريط القطر عشان يكملوا سرقه يعني. وهو ماشي التروسيكل عطل على مطلع كده، دونا عن خلق الله اللي ماشيين في الشارع كلهم، نده على الغفير النظامي بتاع البلد. الغفير النظامي ده اللي هو بيبقى لابس ميري وشايل بندقيه طويله كده، ما اعرفش بيضربوا، ما اعرفش اذا كانت صالحه للاستخدام اصلا ولا لا، يعني ما فيش حد في العالم بيشيلها لحد دلوقتي. نده ان هو يزق معاه التروسيكل، فالغفير بيزق التروسيكل تقيل، البتاع حاجه تقيله، بيكشف البطانيه لقى الحديد، القرم الحديد بتاعه القضبان بتاعه القطر. قام مكلم رئيس المباحث اتقبض عليه، قال فلان وفلان كانوا معايا. جه بقى في النيابه، فانا بقول له انت تعرف الواد ده؟ قال لي لا. لا هو من نفس الفئه العمريه بتاعته، ما هماش قد بعض في السن، ولا من نفس البلد، هيبقوا ايه اللي هيلموهم على بعض ان هم يسرقوا يعني. فانا قلت للواد خلاص انت هتدخل تقول كده لوكيل النيابه جوه. فوكيل النيابه شمال يمين ما اعرفوش، ماليش دعوه بيه، ماليش علاقه بالمضبوطات، والواد ثابت. فوكيل النيابه قال له احنا خلصنا تحقيق اهو، انا مش صعبان عليا الحديد اللي انت خدته ايا كان، يعني سرقته طن حديد يعني هتبيعه بكام؟ بس انت عارف اللي صعبان عليا بجد ان القطر ده لو اتقلب، عارف عدد الناس اللي هتموت والناس اللي هتصاب قد ايه؟ الولد بمنتهى الثبات الانفعالي والثقه في النفس قالوا ده كانت السكه القديمه، سكه القطر القديمه اللي ما فيش قطارات بتمشي عليها، يعني سكه مهجوره. وكيل النيابه راجع بدور على الكرسي كده وباصص لي وضحك وقال لي طلباتك يا استاذه اميره. قلت له احبسه والله العظيم احبسه. حابب كلمني بعد ما خرجت عملت ايه؟ قلت له حبستهولك. سالته انا بعدها بقى بعد القضيه دي ما نزلت جلسه، بقول له يا استاذ عبد المنعم رحمه الله عليه، يعني القضيه عملت ايه؟ قال لي خدت براءه.